يعني ايه empathize وازاي افهم المستخدم بجد؟ ودي الحلقه السادسه من سلسله يو اكس بالمصري، ودي انا بسنت علي يو اي يو اكس ديزاينر. وفي السلسله دي انا مش هعلمك فيجما، انا هعلمك ازاي تفكر. بعد ما فهمنا البيزنس في الستيك هولدر انترفيوز، نبدا اهم خطوه في العمليه كلها. يعني ايه empathize؟ يعني نحاول نحط نفسنا مكان المستخدم بجد، بيفكر ازاي، بيتصرف ازاي، بيحس بايه. مش بس بسأل المستخدم انت عايز ايه، لان اوقات المستخدم بيقول لي حل ما يكونش ده اصلا اصل المشكله. ايه هي الطرق اللي تخليني افهم المستخدم؟ عندنا كذا طريقه، من ضمن الطرق دي اليوزر انترفيوز، السيرفيز، الاوبزرفيشن، ability تيستينج، او اليو اكس اوديت لو انا عندي منتج حقيقي موجود بالفعل. المهم هنا ان انا بجمع معلومات حقيقيه عن طريق بحث حقيقي مع مستخدمين حقيقيين، مش بس افتراضات. بركز هنا على الجولز اللي هي الاهداف، والبين بوينتس اللي هي نقاط الضعف او المشاكل بتاعه اليوزر، والبيهيفير يعني السلوك وبيتصرف ازاي، والموتيفيشنز الدوافع او هو ليه اصلا بيعمل كده. اهم حاجه في المرحله دي ان احنا ندخل بعقل مفتوح، من غير ما احاول ان انا اثبت فكره معينه في دماغي. مش بقعد ادور على حاجه تؤكد رايي او تثبت نظريتي، احنا بندور على الحقيقه وايه هي المشكله فعلا. طبعا احنا نقدر نستخدم الاي اي في كل المراحل دي. خلينا نفترض ان احنا بنصمم منصه لتعليم الاونلاين، بدل ما افترض من دماغي ان المشكله ان الطلاب عايزين فيديوهات اكتر، ممكن نبدا نعمل اليوزر انترفيوز. فجاه لما نسال الطلاب نكتشف حاجه مختلفه تماما عن المشكله اللي احنا استنتجناها مثلا من دماغنا. زي مثلا لما تبتدي تعمل انترفيوز مع الطلاب، ويجي طالب يقول لك انا بسجل في الكورس وببدا بحماس فعلا، بس بعد اسبوع ببطل اكمل الفيديوهات اصلا. ولما تسال اكتر تكتشف ان المشكله مش في المحتوى، المشكله ان مفيش تنظيم للدروس. الطالب بيحس ان مفيش احساس بالتقدم، يعني الكونتنت نفسه عشوائي، الويب سايت مش منظم، فهو مش قادر يوصل للكونتنت اللي هو عايزه، او الفيديوهات او الامتحانات، فبالتالي مش بيكمل الكونتنت. بيحس ان هو مش بيتطور وتايه في المنصه، رغم ان الكونتنت نفسه ما فيهوش اي مشكله. ساعتها هنفهم ان المشكله حقيقيه مش نقص في المحتوى، لكن صعوبه في الاستمرار في التعلم. وده بالظبط هدف مرحله الامباثايز، اننا نفهم المشكله الحقيقيه قبل ما نبدا نصمم الحل. المستخدم مش دايما بيعرف يقولك الحل، لكن بيعرف يحكي المشكله. الحلقه الجايه هنشوف بعد ما جمعنا كل المعلومات دي ازاي نحولها لمشكله محدده وواضحه، ودي مرحله الديفاين. وبس كده، دي كانت الحلقه السادسه من سلسله يو اكس بالمصري. ولو عايزين اشرح لكم مرحله الامباثايز بالتفصيل اكتبوا لي في الكومنتس، والحلقه الجايه هنتكلم على مرحله الديفاين. سلام.